الشرف أنني نقدم هذه الدورة التكوينية ونكون يعني من الأوائل اللي استضافوها بمناسبة المسيرة الخضراء. وشكر خاص للحضور اللي حضر والأساتذة اللي استقبلتهم واللي ما يعني نهار مشيت طرحت الدعوة ما ردوها في وجهي نهائيا. وشكر للحضور مرة ثانية، وفعلا كانت ندوة حافلة باللي فورماسيون ياسر من شيء ما شاء الله. انعقد اليوم بدار الثقافة الولاء دورة تكوينية وتوعوية لفائدة مجموعة من التعاونيات والحرفيين والحرفيات في مجال الصناعة التقليدية. كانت فرصة اللي لقينا فيها واحد المداخلة من أجل التحسيس بأهمية الجموع العامة والتقارير الأدبية والمالية لفائدة التعاونيات اللي هي تندرج في إطار القانون 112 المنظم للتعاونيات. وكانت أيضا فرصة للالتقاء مع المجموعة من النساء المتعاونات، لأنه كما تعرفوا الشعار ديال هذا الندوة كان هو الخياطة رؤية وفرص للمرأة المتعاونة، ونقصد بالمرأة المتعاونة هي المنخرطة في مجال التعاونيات. والحمد لله عرفت مشاركة وتفاعل من الجميع، لا من المدراء الجهويين الحاضرين معنا هذه الندوة هذه، ولا من السيدات والسادة وممثلين التعاونيات وممثلين القطاع ديال الصناعة التقليدية.